السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا كل حبايبنا، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي سعادة وفي احسن حال. قبل ما نبدأ الفيديو كله صلى على النبي. هنعمل معاكم النهاردة وصفة من الوصفات البسيطة اللي مش مكلفة خالص. الوصفة بتاعتنا النهاردة يا بنات طبعا وصفة كبار وصغيرين كلهم بيحبوها، يعني اطفال وكبار كلهم بيحبوها، يعني حاجة. وكمان من نص كيلو دقيق هتملي بيتك خير وهتملي بيتك حاجات جميلة بالشكل اللي انت شايفاه ده. لو اول مره بتشوفي قناتي، قناه عيشها ببساطه مع اسماء، اشتركي فيها وفعلي الجرس عشان طبعا يوصلك يا حبيبه قلبي كل جديد، ويشرفني طبعا وجودك معايا. يلا بينا كده على بركه الله نسمي ونشوف المقادير بتاعتنا عباره عن ايه. معايا نص كيلو من الدقيق، عليه معلقه كبيره من الخميره، عليه معلقه كبيره لبن بودره، معلقه عسل كبيره، معلقتين من الزيت، ومعايا برضو نص معلقة كده من الخل، وحاطة برضو كده ربع معلقة برضو من الملح، وربع برضو معلقة بيكنج باودر. طبعا المية بتاعتي حسب نوع الدقيق، ده طبعا دقيق متعدد الأغراض. طبعا المية اللي انت بتحتاجيها على حسب نوع الدقيق بتاعك او على حسب ما العجينة بتاعتك بتعوز يعني. احنا هنا خلاص خلصنا العجينة بتاعتنا وعجناها طبعا عجين يدوي، وكانت بالشكل اللي انتوا شايفينه معايا ده. هنا طبعا بعد مرور بالظبط ربع ساعة بدأت العجينة بتاعتي تخمر وملت البلاستيكية وبقت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هبدأ ان انا الم العجينة بتاعتي كده، وهجهز بقى طبعا معاكم الحشوة بتاعتي عبارة عن زيتون مخلي، وطبعا مقطعة كده طماطمتين مكعبات صغيرة وقرنين فلفل، ومعايا هنا جبنة موتزاريلا. طبعا انا عايزة اقولك ان الحشوة يا حبيبة قلبي اختياري، اي حاجة موجودة عندك وعايزة تحشي بيها احشي بيها. عايزة تحشي ميكس جبن، عايزة تحشي زيتون بس، عايزة تحشي طماطم وخضار، عايزة تحشيها اي حشوة انت حباها احشيها. انا هنا هبدأ ان انا اشكل العجينة بتاعتي كده. طبعا كرة العجينة بتاعتك ده طبعا ميني بيتزا. طبعا الحجم بتاع العجينة بتاعتك او التقطيعة بتاعتك على حسب ما انت عايزة يعني. ده طبعا ميني بيتزا. وهبدأ ان احنا طبعا مش عايزين نكلفها خالص ومش عايزين نتعب نفسنا فيها. طبعا انا مش هعمل صلصة للبيتزا، انا هكتفي بس بالكاتشب كده واديلها دهنة كده بسيطة من الكاتشب. انا طبعا عايزة الوصفة بتاعت النهاردة ما تبقاش مكلفة خالص، فطبعا مش لسه بقى هنعمل صلصة ونسبك وكده، لا احنا هنكتفي بالكاتشب. وهنحط كده على وش العجينة زي ما انت شايفة معايا كده. هبدأ ان انا كده بالشوكة وابدأ ان انا اخرم العجينة بتاعتي طبعا عشان ما تخمرش بزيادة، وعشان طبعا ما ترتفعش في الفرن. انا عايزاها بالسمك اللي انتوا شايفينه ده. هبدأ ان انا هنا احشي بقى البيتزا بتاعتي بالحشوة اللي انا عاملاها معاكم بالشكل اللي انت شايفاه معايا كده. ايه رأيكم بقى في الحشوات بتاعتي؟ حبيت كده ان انا احشي حشوات كده بسيطة عشان طبعا ما تبقاش مكلفة عليكي، وحاجة كده طبعا بتبسط الاولاد طبعا في البيت. وعايزة اقولك ان ريحة المخبوزات اساسا في البيت بتخلي البيت ريحته جميلة جدا يعني. في الفترة دي طبعا على ما خلصت العجينة بتاعتي تبطيط والحشوات بتاعتها طبعا حطيتها عليها. كان الفرن بتاعي طبعا كنت مشغلاه على درجة حرارة عالية اللي عندي ما سخن خالص. بعد طبعا ما البيتزا بتاعتي كده خلصت، دخلتها طبعا الفرن بتاعنا طبعا بعد ما سخن. طبعا يا حبيبة قلبي ما تدخليش اي معجنات الفرن وهو بارد. انت طبعا هنا كنت مشغلة الفرن قبلها بفترة، طبعا كان سخن. دخلت البيتزا بتاعتي او الميني بيتزا، طبعا ما قعدتش في الفرن 10 دقايق وبقت بالشكل اللي انت شايفاه معايا ده. طبعا يا حبيبتي اي معجنات لازم طبعا تبقي مشغله زي ما قلت لك الفرن قبلها، طبعا الفرن بتاعك يبقى سخن. وطبعا المعجنات دي ما بتقعدش في الفرن كتير، يعني بالظبط كده 10 دقايق وبتستوى معاكي، عشان طبعا المعجنات تخرج معاكي طريه وتبقى هشه بالشكل اللي انت شايفاه معايا ده. عايزه اقولك ان الوصفه بتاعتنا دي من اسهل والوصفات اللي انت ممكن تعمليها، وحاجه كده مش مكلفه خالص، وحاجه كده ضامنه جودتها في البيت. طبعا حبايب قلبي هسيب لكم المقادير في صندوق الوصف. ولو عجبكم الفيديو لايك وشير وسبسكرايب، وشيروه كده مع اصحابكم وحبايبكم عشان طبعا قناتنا المتواضعة دي تكبر بيكم ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله.